السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخ انا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هعمل لكم بيتزا البطاطس، طريقة سهلة وجميلة جدا ان شاء الله تعجبكم وتغيير. يعني انا معايا بطاطستين زي ما انتم شايفين كده، انا بشرهم بس انا لسه ما صفيتهمش من المية. هوريكم انا قصدت يعني ان انا ما صفيهمش بره التصوير علشان تشوفوا انا هصفيها من الميه ازاي. ومعايا البهارات بتاعتها، معايا ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات، توم باودر وبصل باودر، ومعايا معلقتين دقيق كبار، ومعايا بيضتين اهو زي ما انتم شايفين. الحشوه بقى بتاعتها معايا زيتون مقطع وبسطرمه وجبنه تركي اللي هي الجبنه الرومي، ومعايا فلفل الوان مشكل، ومعايا جبنه موتزاريلا. يلا بينا هوريكم هنعملها ازاي. بصوا بقى هصفيها ازاي. طبعا انا معايا حته قماشه او شاشه، طبعا دي متخصصه للاكل، اصفي عليها الاكل، طبعا دي نظيفه. فانا هجيب البطاطس بعد ما بشرتها ناعم كده، هقوم عصره كده اهو، واقوم نازله. شايفين بس ايه بتصفي ميه قد ايه اهي كده. هقوم طبعا انا عايزاها مش عايزاها فيها ميه خالص، هقوم حطاها كده ومقفله عليها. بسم الله. واحاول ان انا اعملها كده اهو، شايفين الميه اللي نازله، واصفيها كده اهي. مش عايزه فيها ميه خالص، لكني بعصر هدوم اهو كده. وبعد ما عصرتها هجيب البوله بتاعتي وهحط البطاطس اهي زي ما انتم شايفين كده. خلاص هي نشفت كده خالص، ما فيهاش ميه اهي، لازم تصفي منها الميه خالص كده اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله. هجيب بقى هركنها على جنب، وهجيب البوله اللي فيها البيض، هنزل بالبهارات بتاعتي كلها، توم البودر والبصل البودر والفلفل الاسمر والسبع بهارات وشويه الملح اهو. هضربهم كده كويس. اقوم جايبه البطاطس بتاعتي المبشوره، هنزل بالخلطه اهي بتاعت البيض كده وبالدقيق اهو، واعجنها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين اهو كده. كده انا عجنتها كويس. يلا بينا هوريكم هعمل ايه كمان. وادي الطاسه بتاعتي على النار، هنزل بقى بزيت نضيف كده زي ما انتم شايفين. هسخن الزيت، وبعد ما اسخن الزيت هوطي النار تبقى وسط. هجيب بقى طبق كده على قد القرص اللي انا هعمله اهو، هقوم نازله كده كده، هدوره بس ما يكونش يعني ما تزوديش الملح فيها، لان الزيتون والجبنه التركي والبسطرمه حدقهم مظبوط، يعني زياده الملح فيهم شويه، فانتي الملح في البطاطس ما يبقاش كتير. المهم كده بقى اهو سويها، هعملها مدوره شبه البيتزايه بالظبط.
خلاص اهو دورناها بشكل الطبق زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا. بقى موطيه النار وسط، طبعا الزيت سخن. هنزل بقى كده اهو زي ما انتم شايفين، هقلبها قلب كده اهو كده اهو. هوطي عليها علشان ما تتحرقش وتستوي براحتها. اهم حاجة التسوية، انك تسويها كويس جدا، واهم حاجة يبقى الزيت نضيف. بقى حاجة كده عندي اهو، واقوم بالراحة كده بسم الله واقوم قلباها اهو. وزي ما انتم شايفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بدأت تتحمر من ناحيتين، بس تقلبيها بالراحة خالص اهو. وكده خلاص اتحمرت. هطلعها بقى على مناديل تصفي الزيت كده بسم الله اهي. هحطها كده هنا وكده زي ما انتم شايفين. ادي قرص البطاطس بتاعي. هنزل اول حاجه بالموتزاريلا كده، هحط حطه كده بسيطه اهو. وبعد كده فلفل الالوان كده، والبسطرمه حتت وبعد كده الزيتون اهو. الجبن التركي بتديها طعم حلو قوي. وهرجع تاني للموتزاريلا بتاعتي، هدخلها بقى على الشوايه كده اهي كده زي ما انتم شايفين. هدخلها بقى على الشوايه وهرجع لكم. وكده بعد ما طلعنا بيتزا البطاطس من الفرن، عايزه اقول لكم فظيعه جميله جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي، ويا رب تكون الحلقه النهارده خفيفه عليكم واستفدتوا. ما تنسوش اللايكات طبعا والتعليقات الجميله، وعايزه اقول لكم بتوحشوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واستنوني في حلقات تانية كتيره، والسلام عليكم.